أهلا بكم. ظهر حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ياسين بونو إلى جانب وصيفة ملكة جمال لبنان في حدث احتفالي في دبي، ما أثار الكثير من الجدل والانتباه كونها حبيبته. واحتفل ياسين بونو ببداية العام الجديد في حفل أقيم بدبي، حيث أحيا المطرب المصري عمرو دياب الحدث الذي شهد حضور العديد من الشخصيات العربية المشهورة، بما في ذلك رجل الأعمال المصري أبو هشيم ومقدمة البرنامج ميرا الطفيلي. تسبب ظهور بونو بجوار ميريا الطفيلي في صور متداولة جدلا واسعا في استفزاز الفضول، وزاد من التأويلات خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن انفصال بونو عن زوجته. ورغم الشائعات، أكدت مصادر قريبة من ياسين بونو أن اللقاء لم يكن مخططا مسبقا، وأن وجودهما في نفس الحدث لا يعني وجود علاقة عاطفية بينهما. في الحقيقة، أوضحت المصادر أن ظهور بونو إلى جانب مقدمة البرنامج الشهير كان غير مخطط له، وأنه كان يرغب في الاستمتاع بفترة قصيرة من الراحة، خاصة وأن التزامه مع فريقه الرياضي حال دون حضوره للعديد من الفعاليات الهامة.